كلنا سمعنا بزاف ديال القصص ديال الاختفاء اللي وقعوا للناس في العالم. منها قصص ديال ناس او اشخاص اللي كانوا عايشين معنا عادي بخير وعلى خير حتى اختفاو في رمشة عين. منهم ناس اللي اختفاو وما بقاوش رجعوا نهائيا ليومنا هذا، ومنهم ناس اخرين اللي اختفاو واحد المدة طويلة عاد رجعوا. وهاد الناس بالضبط كاين فيهم اللي كيقول على ان السبب وراء الاختفاء ديالهم هو اختطافهم من قبل مخلوقات غريبة الشكل أو الصفات، واللي مازال ما عرفوش ليومنا هذا واش هاد المخلوقات من الجن أو مخلوقات أخرى، سواء مخلوقات فضائية أو شي حاجة بحال هكا. وماشي غير هاد الشي صافي، إنما هاد الاختفاء الغريب والمفاجئ ما اقتصرش غير على البشر فقط، لا، إنما حتى على أشياء أخرى واللي منها طائرات وسفن. وبالرغم من تطور أجهزة GPS إلى أنه باقي ليومنا هذا كيطراو حوادث اختفاء لطائرات أو سفن أو أشخاص. وغير مؤخرا سمعت باللي كانت وقعت شي حادثة ديال اختفاء ديال شي طائرة وما لقاوش الحطام ديالها نهائيا. والغريب في الأمر هو أن معظم هاد الحوادث اللي كيوقعوا في أماكن مشبوهة في العالم، والأشهر فيها هو مثلث برمودا اللي كنا دوينا عليه في واحد الحلقة. زيد على هادشي واحد المكان آخر واللي كيتسمى بمثلث تنين، واللي في الحقيقة عمرنا دوينا عليه. إلا بغيتو ندويو لكم عليه في شي حلقة ما عليكم غير تكتبوها لي في التعليقات. المهم كيف ما قلت لكم هاد الأماكن وقعوا فيهم شي أحداث ديال الاختفاء اللي غامضة وما لقاوش ليها تفسير ليومنا هذا. ولكن واخا هكاك كنقدروا نقولوا باللي هادشي كيقدر يتقبلوا العقل ديالنا، ولكن الحاجة اللي ما كيتقبلهاش العقل أو المنطق هو هاد القصة اللي غنعاود لكم اليوم. يعني في هاد الحلقة غادي نعاود لك على شي حاجة اللي كنت تيقن باللي أول مرة غتسمعها في حياتك. في هاد القصة غادي نعاود لكم على واحد الحادثة مرعبة وغريبة. هاد الحادثة وقعت شحال هذا واللي كتعلق باختفاء ديال واحد القطار واللي تسمات بالقطار الشبح. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للحلقة باش تدعموني اكثر، واللي كيشوفني اول مرة ما تنساش تدخل تشترك في القناة. ومرحبا بك معنا. في سنة 1911 كانت واحد الشركة إيطالية سميتها زينيتي. هاد الشركة كانت متكلفة بإدارة خطوط السكك الحديدية. المهم هاد الشركة نشأت خط ديال سكة حديدية جديد، واللي كان التوجه الجغرافي ديال هاد المشروع كيبدا من العاصمة الإيطالية روما إلى واحد المنطقة جبلية في شمال إيطاليا واللي سميتها لامبارديا، واللي كتواجد بالضبط في مدينة ميلانو المشهورة. هاد القطار كان خاصو يدوز من واحد النفق وسط الجبال واللي الطول ديالو حوالي 1000 متر. المهم هاد الشركة دارت واحد الحملة دعائية كبيرة باش تعرف الناس على المشروع ديالها الجديد، وقررت دير رحلة دعائية فابور، يعني رحلة بالمجان غير باش يشوفوا جودة القطار والخدمات اللي كيقدموها. وعرضت غير على الناس الأثرياء وذو رؤوس الأموال، يعني عرضت غير على الناس اللي لاباس عليهم وزعما اصحاب مشاريع كبيره، يعني باش حتى اللي عجبهم المشروع يستثمروا في هذه الشركه. والصراحه عطاتهم واحد الاهميه واحد التعامل خاص، وجابت لهم قطار صغير فيه غير 3 العربات مخصص ليهم، مجهز مزيان وفيه بار كيقدم افخم انواع الخمور، ومطعم كيقدم احسن انواع الاكل، وفيه حمامات وكراسي كبيره ومريحه باش يكونوا مرتاحين في الرحله ديالهم. وهذا الشيء كامل غير باش يليق بمكانتهم الاجتماعيه. ولكن السبب الرئيسي وراء هذا التعامل كيف ما ذكرت لكم من قبل هو خاص هذه الشركه تجذب ناس اثرياء باش يحطوا فلوسهم ويزيدوا يكبروا المشروع اكثر. وهنا جا النهار الموعود 14 يوليوز 1911 واللي هو النهار ديال الرحله، النهار ديال الرحله الدعائيه ديال القطار الشبح. الشخصيات المهمه جاو وركبوا القطار، وكانت هذه هي أول رحلة ديالو في هذيك السكة الحديدية الجديدة. كان العدد الإجمالي ديال الركاب 106، واللي كان منهم حتى السائق ديال القطار والمساعد ديالو والناس اللي كيخدموا وسط القطار، الناس اللي كيتسخروا والسربايه وكاع دوك الناس اللي كانوا كيقدموا دوك الخدمات للكليان ديال القطار. يعني العدد الإجمالي ديال الركاب هو 106 شخص. المهم الرحلة غادي تبدا، والركاب كانوا فرحانين بزاف بجودة هذوك الخدمات اللي كيقدموها لهم. هما غاديين مسافرين وكيشوفوا المناظر الخلابة، يعني غاديين مرتاحين بخير وعلى خير. تل هنا
الامور بخير. وكيف ما ذكرت لكم القطار بدا من روما وداز على مناطق الريف الشمالي حتى قرب للشمال ميلانو، وهنا بدا كيدوز على بزاف د الانفاق باش يوصل للوجهه المحدده ديالو. بقى ليه واحد النفق الاخير اللي الطول ديالو 1000 متر، وهنا فين غيتبدل هاد الشيء كامل راسا على عقب. يعني هنا غادي يتبدل المسار ديال القطار وحتى الركاب ديالو، يعني غادي يدخلوا لهداك النفق وما غاديش يبقاو يخرجوا نهائيا ليومنا هذا. ولكن لحسن الحظ كانوا جوج ديال الناجين اللي كيتعتبروا هما الشهود ديال هاد الواقعه الاليمه، او بالاحرى هاد الواقعه الغريبه. فاش كانوا كيستجوبوا فهاد جوج الاشخاص اللي نجاو من القطار يعني باش يسولوهم على شنو وقع بالضبط، قالوا لهم باللي كانوا غاديين عادي حتى حسوا باللي شي حاجه ماشي هي هذيك، بحيث القطار فاش كان غادي يدخل النفق كان خارج منه واحد الضباب ابيض وكتيف، وكان مغطي كل شيء، حتى حاجه ما كانت كتبان لا من نوافذ القطار ولا وسط القطار، ما كان كيبان والو. بداو كيسمعوا اصوات غريبه وبداو كيسمعوا صوت طنين لدرجه بعض الناس خرج لهم الدم من ودنيهم. من بعد هذاك الضباب القوي اللي كان مغطي النوافذ ديال القطار تحول لواحد السائل لزج بحال الشكل ديال الصابون. وهنا هذوك الشهود حسوا باللي شي حاجه ماشي هي هذيك الشهود اللي ذكرنا اللي نجاو. وهنا قرروا يحلوا الباب ديال العربه ديال القطار باش يشوفوا شنو واقع وشنو كاين، يعني بغاو يشوفوا شنو واقع وبغاو يشوفوا واش واقع شي حريق ولا شي حاجه بحال هكا. وهنا كانت الصدمه، شافوا في الباب ديال النفق ولقاو باللي الباب ديال هذاك النفق اللي غادي يدخل منه القطار خارج منه واحد الضباب كتيف ومجهد. وهنا بلا ما يحسوا تلاحوا من القطار، اصلا القطار كان غادي بواحد السرعه اللي قليله، حتى السائق ديال القطار ملي شاف هذاك الضباب كتيف نقص السرعه، وتماك فين نقزوا هذوك الجوج ديال الناجين. المهم من بعد ما تلاحوا هذوك الجوج بقاو غاديين كيتمشاو وكيجريو بهذيك الخلعه اللي فيهم، يعني غاديين باغيين غير يهربوا من هذاك المنظر اللي شافوا. وبالفعل وصلوا لمدينه ميلانو وبعثوا التلغراف لشركه زينيتي، حيت هذيك الساعه ما كانوا لا هواتف لا والو. ولكن هذا الخبر كان بحال الصاعقه بالنسبه لشركه زينيتي. اتصلوا بالشرطه ومشاو هما ووحدات الانقاذ للنفق كيقلبوا كل شبر داخل النفق، ولكن والو، ما لقاو حتى شي اثر، ما لقاو حتى شي اثر ديال الحريق نهائيا، ما لقاو لا حريق لا ضحايا. والغريب في الامر ما لقاوش حتى الحطام ديال القطار، مع العلم ان القطار دخل النفق وما خرجش منه نهائيا. هنا الدوله الايطاليه كلفات احسن محققين وشرطيين باش يقلبوا على الركاب او الحطام ديال القطار، ولكن والو، بدون اي نتيجه. وهنا الخبر انتشر في ايطاليا كلها، والصحفيين نشروا الخبر في البلاد كامله وحتى في العالم. هذا الخبر خلى واحد الاثر نفسي على الناس، وخصوصا الناس اللي كيبغيو يسافروا في القطارات، لدرجه الشركه خيابت السمعه ديالها من بعد هذه الحادثه، يعني السمعه ديالها خيابت بزاف. وحتى بالنسبه للنفق داروا عليه ردم من كلتا الجهتين، يعني سدوه بجوج. ومن وراء 3 سنين على الواقعه بدات الحرب العالميه الاولى سنه 1914، وتماك دمر هذاك النفق من طرف طائرات حربيه بالقنابل الذريه. وهنا ما بقاش ليه كاع الاثار او الوجود نهائيا. وللاسف من وراء الهدم ديال هذا النفق القضيه ديال هذا القطار او الملف تغلق وتسد في خطره، حيت بكل بساطه ما بقاش مكان الجريمه او مكان اللي وقعت فيه هذه الواقعه، وما يمكنش يكملوا التحقيق في مكان كله حطام. وحتى الحرب العالميه الاولى نسات الناس في هذه القضيه، يعني حتى الناس ما بقاوش دايرين بالهم مع هذه القضيه ديال القطار. وحتى شركه زينيتي تعمدوا باش يغلقوا هذا الموضوع باش يحافظوا على السمعه ديالهم التجاريه. بالرغم من المحاولات العديده لضمس هذه القضيه، الا انه هذه القصه مازال ما بغاش تسال، حيت بزاف د الناس والشهود شافوا الطيف او الشبح ديال هذا القطار في اماكن مختلفه في العالم، واستنتجوا من هذه الحادثه ديال هذا القطار اللي اختفى هو والركاب ديالو انهم تحولوا لطيف او شبح، ولاو الناس كيشوفوه في ازمنه واماكن مختلفه في العالم. واول ظهور ديال هذا القطار الشبح من وراء الاختفاء ديالو في سنه 1911 كان اول ظهور ديالو في 21 اكتوبر سنه 1955، بعد تقريبا 44 سنه على الحادثه، واحد المنطقه في اوكرانيا. والشخص اللي شافه اول مره كان عامل اشارات في محطه سكه في اوكرانيا، كان كيرد البال للقطارات بالليل والسكك الحديديه، يعني هو اللي كيعطي الاشارات للسماح بالدخول لشي سكه حديديه. واحد الليله كان خدام وواقف حدا واحد السكه
كيف حس فيها واحد شويه وهو يبان لي واحد القطار الشكل ديالو كيبان غريب وقديم بزاف. هذاك القطار بان لي غادي بواحد السرعه كبيره بزاف، داز من حداه بواحد السرعه فائقه. والغريب في الامر والحاجه اللي دوخاتو هو ان هذاك القطار كان غادي في واحد السكه اللي ممنوعه، يعني ما كيدوز منها حتى شي قطار وفيها حواجز، ومع ذلك قدر يدوز من هذوك الحواجز بلا ما يوقع ليه والو. بطبيعه الحال ملي شاف هذا الشيء مشى ديريكت عند المسؤول ديالو باش يعاود ليه شنو وقع، ولكن بطبيعه الحال المسؤول ديالو قال ليه غتكون واقيلا غير عييتي، سير ارتاح لك شويه، غتكون واقيلا غير عييتي، وعطاه اجازه. يعني عرفوا باللي غير كيتخيل ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن مع ذلك مع مرور الوقت القطار ولا كيبان في بزاف د الاماكن في اوكرانيا، الناس بداو كيهضروا عليه والقصه ديالو بدات غدا وكتكبر في الدوله، حتى لواحد النهار في سنه 1945 في واحد المدينه تماك في اوكرانيا. تماك كانوا الطلبه الجامعيين دايرين واحد الرحله استكشافيه لتسلق الجبال كيف ما موالفين كيديروا كل عام. ولكن هاد المره بان لهم واحد المنظر غريب وعجيب. كلهم شافوا واحد القطار اللي الشكل ديالو قديم وغادي وسط الجبال بدون سكه حديديه. وهنا الطلبه غادي يتخلعوا وغادي يعاودوا هاد القصه لبزاف الاصدقاء ديالهم في الكليه، ولكن الاغلبيه ما تيقوهاش الا واحد المجموعه اللي عندهم عندهم حب استكشاف وكيديروا دراسات جغرافيه، يعني عندهم هذاك حب ديال الاستكشاف ديال بحال هاد الامور هذه. سمعوا الموضوع وبداو كيقلبوا في القضيه وكيدرسوا وكيقلبوا على هذا اللغز الغامض. وبالفعل لقاو بلي هذا القطار شافوه بزاف د الناس في اوكرانيا، ولكن الاكثريه ديال الناس ما كيتيقوهمش من اللي كيعاودوها لناس اخرين. وهنا زاد الاهتمام ديالهم والتعلق ديالهم بالقضيه، بداو كيشريو كتب تاريخيه ودلائل من كاع المكتبات في العالم باش يحاولوا يفهموا هاد الظاهره الغريبه. وبالفعل من بعد واحد البحث اللي طويل لقاو واحد المعلومه اللي غتصدمهم. لقاو سجلات ديال واحد القضيه اللي في المكسيك اللي الملخص ديالها كيقول ان في سنه 1845 ردوا البال في سنه 1845، يعني في هذا العام بالضبط السلطات المكسيكيه غادي يلقاو 104 شخص في شي بلاصه واعتبروهم كلهم مسطين وما عندهمش العقل، بحيث الشكل ديالهم كان كيخلع وكانوا كيقولوا شي هضره اللي ما مفهوماش. زيد على هذا الشيء كانوا كيدويو باللغه الايطاليه، وكانوا كيقولوا لهذوك الناس اللي لقاوهم يعني السلطات المكسيكيه كانوا كيقولوا لهم باللي حنا وقع علينا شي قصه مع شي قطار. ولكن بطبيعه الحال السلطات المكسيكيه زائد التقرير النفسي كيأكد باللي هاد 104 شخص يعني غير مجانين وداوهم مصحه عقليه. واخا مزيان، الا لاحظتوا معايا باللي القطار اللي دار اول رحله كان فيه 106 ديال الشخص، يعني 106 الاشخاص، نقزوا جوج ديال الشهود يعني بقاو 104. هذوك 104 هما اللي اختفاو، يعني نفس العدد ديال الاشخاص اللي بقاو بالضبط في المكسيك. يعني الاشخاص اللي اختفاو 104 والعدد ديال الاشخاص اللي لقاو في المكسيك 104 زائد الاشخاص اللي لقاو في المكسيك كيدويو باللغه الايطاليه وكيبانوا انهم مجانين. ولكن اللي ما كيدخلش العقل هو ان القطار الحادثه اللي وقعت القطار وقعت سنه 1911 والناس اللي لقاو في المكسيك لقاوهم سنه 1845. يعني السؤال المطروح واش القطار يكون سافر عبر الزمن؟ يعني واش يكون دخل شي بوابه زمنيه؟ مع العلم ان هذه النظريه كيأكدوها بزاف د العلماء ومنهم اينشتاين اللي كيأكد باللي هذه المعلومه صحيحه، ولكن مازال ما تكتشفات ليومنا هذا. ويقال ان في العالم كاينين بوابات الزمن اللي قلال بزاف، واللي الا داز منهم شي شخص او جسم معين كيقدر يلقى راسو في مكان اخر او في زمان اخر، يعني مختلف تماما سواء في الماضي او المستقبل. في نظركم هاد التفسير ديال العلماء واش يقدر يكون صحيح؟ زعما يقدروا يكونوا بصح فجوات زمنيه، او هاد الشيء غير اسطوره وفكره غالطه؟ ما تنساوش تكتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات وديروا لايك للحلقه.